أفلاطون هو اللي اتكلم عن حضارة أطلانتس، وقال لك إن الحضارة دي كانت موجودة في جزيرة في المحيط الأطلسي، وبعدين بعد حرب ما بينهم وبين الأثينيين سنة 11,000 كده وشوية قفميم، يعني أثينا دي من زمان قوي عند أفلاطون. المهم يعني بعد حرب بينهم الأثينيين انتصروا، بتوع أطلانتس روحوا على الجزيرة، الجزيرة هاجت عليها تسونامي غرقتها كلها وراحوا في البطاطا. الناس كلهم بقى قعدوا بقى يحاولوا يطلعوا ويحللوا فين الجزيرة اللي بيتكلم عنها أفلاطون، طب الجزيرة هنا، طب الجزيرة هناك، طب ده عند أعمدة هرقل، وما حدش عارف يوصل لها. سنة 1940 في عز الحرب العالمية الثانية كان في واحد عراف اسمه إدجار كيسي. إدجار كيسي كان بينام، يقوم من النوم يجيله غيبوبة كده، يجيله مش يقوم من النوم يقول نبوءات. الناس ابتدت تنبهر بيه لأن بعض النبوءات كانت بتتحقق، فكانوا مسمينه النبي النائم لأنه كان نايم طول الوقت بينام. الراجل ده تنبأ 1940 في وسط الحرب، وهم مستنيين بقى هيتكلم بقى على مين هينتصر على مين هيعمل ايه، وقام الراجل ده نام وقام من النوم قال لهم بس انا عندي الزتونه. قالوا ايه الزتونه يا معلم؟ قول بسرعه. قال لهم في بتاعه اطلانتس، جزيره اطلانتس هتطلع في المحيط في منطقه كذا. قالوا الزتونه ايه اللي بتاعت اطلانتس؟ احنا بنتكلم عن اطلانتس دلوقتي، مستنيين الحرب، عايزين نعرف مين اللي انتصر، المانيا هتكسب ولا البريطانيين؟ مين يا عم؟ في ايه يا عم؟ لما طب استنوا غطس تاني، طلع قال لهم شويه نبوءات كده عن الحرب، مشيت حلاوه معاه. سنه 1969 المنطقه اللي هو قال عليها ظهرت فيها فعلا بعض الجزر. الناس يا نهار ابيض يا جدعان، يا لهوي ده الكلام بجد يا رجاله، يلا بسرعه نروح نشوف الجزر دي. راحوا ما لقوهاش، غطس التاني، فبقت فيه هيصه كده، الكلام ده حصل ما حصلش، ده كده عندك ده كان حوت كبير شويه بس وحاجات كده، يعني ابتدت الناس تهيص على الموضوع، ما حدش عارف حاجه. الراجل ده وهو بقى ساعه ما في غطسه من غطساته قبل ما يموت، هو مات سنه 1945، قبل ما يموت غطسه برضه كده، بقى قام قايل لهم بس يا جدعان حضاره اطلانتس هي اللي بنت الحضاره المصريه القديمه، وهم اللي بنوا الاهرامات سنه 10,000 وحته كده قاف ميم، وهتلاقوا الكلام ده مدفون تحت رجل ابو الهول الشمال كده، وقام غطس تاني. كان يوم اسود على دماغنا احنا بقى كمصريين. انا عايز اعرف كان بيغطس نبي بقى، نبي انا عارف كان بيغطس فين يا اختي، نبي بقى الناس اللي بتمسك بقى في اي حاجه. النبي النائم يابا، والنبي النائم قال لنا ايه؟ ان حضاره اطلانتس هي اللي بنت الاهرامات في 10 وحته قاف ميم، خلصت. لا ونشن 10 جري بقى وحرب عشان احنا عايزين نحفر عند رجل ابو الهول اللي هناك دي. ايه يا جدعان في ايه يا جدعان؟ ده يعني ده كان راجل كان ما علينا. الدنيا تلف والدنيا تدور، ويقوم الباشمهندس احمد عدلي يعمل فيديوهات يتكلم فيها عن ايه؟ الحضاره المفقوده. ايه؟ الحضاره المفقوده اللي هي ايه؟ حضاره اطلانتس، هي كان اسمها كده الحضاره المفقوده. يتكلم عن واحد من اهم الشخصيات اللي في العصر الحديث اللي حاولت بكل الطرق تثبت ان كلام إدجار كيسي دوت صح. مين دوت؟ روبرت بوفال. روبرت بوفال هو مهندس بلجيكي، لكن هو اتولد في اسكندريه. الراجل ده اتولد في اسكندريه وبعدين راح كمل في بلجيكا، والموضوع زي الفل ومفيش اي مشكله اي حاجه. وبعدين هو جه في مره من المرات جاي يزور مصر تاني، وهو راكب الطياره، فقرا كتاب بيتكلم عن مش عارف قبائل افريقيه بترقص رقصه شبه رقصه الشعر اليمنيه، لها علاقه بنجمتين موجودين في الشعر اليمني. هتلاقوا الكلام ده بشكل تفصيلي عند احمد عدلي، فانا مش هعيده تاني. خلاصه الامر ان الراجل ده جاي راكب الطياره وحاطط في دماغه ايه؟ الافارقه، القبائل الافريقيه البدائيه ديت عرفت الكلام ده من الحضاره المصريه القديمه. منين جاب الكلام ده ولا يعرف، مش قضيته، هو اللي حاطط في دماغه. خلاص اهي. امال مين؟ النبي النائم ضرب امال مين اللي هتكون مين يعني مكتوب كده في الكتاب اللي هو قرا فيه؟ مين يعني اللي هيكون خلى القبائل الافريقيه عرفت حركه النجوم بتاعت الشعر اليمنيه؟ عيب ولا هي اكيد الحضاره المصريه. فبقت دي حقيقه في الكلام، يعني احنا كلام بدون اي ادله ولا حاجه، بس هيبقى حقيقه. تمام. جه فراح يتفسح روبرت بوفال، دخل المتحف المصري، بيبص لقى الصوره ذات المسقط الراسي، مسقط راسي كده من فوق. الصوره مسقط راسي يعني بنبص على حاجه من فوق، بص للاهرامات بتاعت الجيزه، وقف يبص كده وجالت براسه الاسئله. انا حاسس اني قلبت على بوحه.
صح، بحسبها بالبتاعه دي كده ايوه وبالتربيه كده بالعصايه كمان. بالعصايه كل حاجه. انا بقى ناقصك سكين. وجالت براسه الاسئله. ايه الاسئله بقى يا معلم؟ ليه الاهرامات اللي موجودين في الصوره 3؟ بالنسبه للسته اللي جنبهم ايه؟ ليه مش 2.5؟ او 3 الا ربع. ليه مش هرم وربع؟ ليه 3؟ ليه؟ انا ونونت في دماغي ولا عضبالة، انا ونونت دماغي حن ونونت في دماغي دلة. ليه مش 3 اللي موجودين؟ ليه مش اكتر من 3؟ اللي هم 3 بس ليه ولا؟ بس هم مش 3. احنا لسه قايلين مع بعض في الفيديو بتاع المره اللي عدت. ايوه احنا في 3 كده و3 كده. بص في نفس الصوره اللي جايبها احمد عدلي، مش الصوره اللي انا جايبها، الصوره نفسها. الصوره فيها جنب هرم خوفو في 3 صغيرين، وجنب هرم منكورع في 3 صغيرين. يعني الصوره اللي هو باصص عليها بعينه اللي هو عمال بيتساءل ليه هم 3 بس؟ مش 3. كانوا 9. المنطقه نفسها فيها كام هرم؟ فيها 11 هرم مكتشف لغايه دلوقتي، لكن هو عايز يشوف 3 فقرر ان هو هيشوف في الصوره 3 بس. يمشي بعد كده ويتمشى وينسى الامر بتاع السؤال دوت. والسؤال التاني اللي كان بيساله كان بيقول ايه؟ طب وليه الهرم السكنتوت مش ماشي في نفس القطر بتاع الهرمين الكبار؟ ليه واخد حته على جنب كده يعني؟ عشان سكنتوت واخر العنقود. بغض النظر عن ديت، هو العلماء قعد يتكلم في الموضوع ده كتير، وقعد يقول لك ان مش عارف بعض العلماء هو مش مقتنع بكلامهم طبعا، كانوا بيتكلموا على ان التربه مش على ان التربه هنا كانت انسب والتربه هنا فيها مشكله، بس لا الكلام ده مش فارق معانا، احنا مش قضيتنا، مش قضيتنا يعني. هو على طول طالما هو الحاجه مش جايه على مزاجه تبقى، بس الكلام ده مش مقنع، على طول يقول بعدها كده بس الكلام ده مش مقنع على طول. التفسير الأشهر في المراجع هو إن الملك منكورع بنى هرم أصغر لتقليل التكاليف، لكن التفسير ده برضه مش مقنع. دي قصة واضح إن هي مش صحيحة، وعشان كده بنوا جنبه الهرم الأحمر، واضح برضه إنها مش صحيحة. فما علينا من ده. الراجل ساب الدنيا وراح في السعودية يقابل واحد صاحبه دوت بتاع فلك، فساب الدنيا كلها بتاع الفلك بصدفة عجيبة بريئة ما فيهاش أي حاجة خالص، وقام مشاور له على النجوم اللي في السماء. فسبحان الله عينه قدرت تجيب بسم الله ما شاء الله دقة فلكية بصرية عبقرية، قدرت تجيب ال3 نجوم بتوع الحزام بتوع أورين وجاب الانحراف اللي موجود ما بين النجم الصغير وما بين النجمين الكبار. فقال لك بس العين المجرده بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بس هي اهرامات الجيزه، هي ال3 هم دول بتوع اهرامات الجيزه. لا فائت النظريه، بعينه المجرده استطاع ان هو يرى ال3 نجوم بتوع حزام أوريون، ويرى زي ما احمد عادل بيقول، ويرى ان النجم الاكبر فيهم بيتوافق مع حجم النجم الهرم الاكبر عندنا، والنجم الاوسط بيتوافق مع الهرم الاوسط، والاضاءه بتاعته، والاضاءه ده شافه بالعين المجرده، والاضاءه بتاعه النجم الاصغر شافها بالعين المجرده بتتوافق مع الهرم الاصغر عندنا، وشافها بالعين المجرده برضو ده منحرف بنفس الدرجه اللي بتاعه الانحراف بسيطه جدا لو انت مش مركز مش هتشوفها يعني، بس هو شافها بالعين المجرده، شاف كل حاجه بالعين المجرده. فما لا موضوع لا مترتب ولا بتاع ده، هي جت بالصدف يعني. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له في النقطه دي. فقال لك بس طالما النجوم في السماء ماشيه مع الاهرامات في الارض، يبقى الكلام بتاع الديانات المصريه ده كله هجس في الهجس، والاهرامات دي اتبنت كلها مره واحده. ايه التركيبه دي جت منين دي ما تفهمش. طالما النجوم في السماء ماشيه مع الاهرامات في الارض، يبقى الاهرامات كلها اتبنت مع بعضها في نفس الوقت. الاهرامات كلها اترسمت على لوحه واحده في نفس الوقت، مش ملك بناها وبعدين جه الملك اللي بعده قال انا هبني هرم جنب والد الملك وهكذا، لا كلها في نفس الوقت. زي مثلا لما تطبع تصميم لمدينه سكنيه هتحط تصميم الشوارع والعماير والمدارس والمستشفيات في نفس الوقت وفي نفس الوقت. النظريه دي بتؤدي الى استنتاج مهم جدا، وهو ان الاهرامات ما اتبنتش منعزل عن بعض زي ما كنا فاكرين، لكن وضع تصميمها نفس العقليه في نفس الوقت، وكانت جزء من خطه هندسيه كبرى تستند الى خلفيه عقديه واعتبارات مساحيه ومعرفه دقيقه جدا لاحوال الفلك. ومن اول يوم كان مصمم ان يبقى فيه 7 اهرامات في المواقع دي تحت مظله مشروع واحد، تصميم اتحط في نفس الوقت، لكن ممكن التنفيذ يكون خد اعوام طويله 100 سنه او 200 سنه اكثر او اقل، مش هي دي المشكله. فكره ان الهرم المنحني كان فيه غلطه في زواياه حصلت اثناء البناء، وعشان كده بنوا جنبه الهرم الاحمر، واضح برضه انها مش صحيحه. ايه ده فين الاستدلال يعني؟ بس اصلا في تضارب، مفيش الكلام ده. يعني الازازه طولها 50 سم وقطرها 10 سم، لو شربت منها هيجي لك سرطان، هي كده.
النجوم في السماء يعني عامله زي نفس نسق الاهرامات في الارض، فيبقى على طول الاهرامات كلها اتبنت مع بعضها. ايه ده؟ كانوا شغالين مع بعض كلهم. ايه التركيبه؟ ايه اللي ربط دي بدي؟ مفيش. سوبر. كلهم مع بعض، ما طلعوش كل حاجه. ابتدى يقول لك بقى الدليل عنده ايه؟ ان الدليل عنده ايه؟ ان المنظومه الدينيه عند المصريين القدماء كانت قائمه على ايه؟ على ان الشمس هي مركز كل شيء وهي العباده الرئيسيه. وده معناه ان الكلام ده كله غلط، وان كان في قبلها، قبل المصريين القدماء كلهم، كان في حاجه اسمها عقيده نجميه. طب خلينا نبص عن العقيده الدينيه عند المصريين القدماء. هل هي كانت ثابته طول الوقت؟ كان الاله الرئيسي عند المصريين القدماء هل هو كان ثابت طول الوقت؟ انا بتكلم بمنتهى الجديه دلوقتي. هل هو كان ثابت طول الوقت، ولا هو كان بيتغير بتغير الظروف المحيطه، وبيتغير بظروف الملك نفسه، بعقيده الملك نفسه اللي بيمسك مصر؟ كان متغير. الملوك الاوائل اللي وحدوا مصر زي طبعا اللي بيبتدوا ابن عرمر ومرورا بحور عاحة وملوك الاسره الاولى والاسره الثانيه، كانت العقيده المصريه الرئيسيه هو الاله الرئيسي اللي موجود هو كان مين؟ حورس. وعشان كده كان اقدم لقب للملك هو لقب ايه؟ اللقب الحوري، اللي بيقول بيه ان انا متصل بهذا الملك، بهذا الاله اللي كان بيحكم الارض. فعشان كده كل الملوك يبقى له اللقب الحوري اللي هو المستطيل، اللي مكتوب اسمه جواه. المستطيل دوت اللي هو السرخ اللي هو واجهه القصر، وفوقه الصقر واقف. وده ان المصريين ساعتها توحدوا على الفكره ديت، وتوحدوا على ان حورس هو الاله اللي هم كل الملوك جايين من نسله. فبقت العقيده في الوقت ده عقيده حوريه. حلوه حوريه دي. البنت حوريه بنت اخويا هتنبسط قوي لما تسمع الفيديو ده. فالعقيده الحوريه ديت استمرت لغايه مين؟ لغايه ما في ملوك الاسره الثانيه ملك اسمه برق بسن عمل جلاشه وقلب الترابيزه وقلب الاله الرئيسي في مصر لمين؟ ست. فبقى ليه اللقب الستي الوحيد في تاريخ مصر، اللي هو بينسب بيه نفسه للاله ست. فبقت قبليه كلهم لقب حوري، اول لقب واهم لقب، في القاب تانية بس دول اول لقب واهم لقب. هو بقى عنده لقب ستي، عامل نفس المستطيل بالظبط، بس بدل ما الصقر يقف فوق المستطيل موقف الحيوان المعبر عن ست، وهو الحيوان الوحيد الخرافي المخلق المعبر عن اله في تاريخ مصر القديم، اللي هو حيوان السوتنج ده. حيوان غريب كده شويه، ليه بوز وديل واقف وبثلاث شعرات. ما علينا من دوت يعني، هنشوف الشكل بتاعه ننزله في الفيديو ان شاء الله. فبقى ده اللقب الستي الوحيد في تاريخ الاله. هنا بقى مين؟ ست، اللي هو عدو حورس الرئيسي. جه بعده ملك تاني اللي هو من اخر الملوك في الاسره الثانيه، اللي هو خع سخم وي. خع يعني ايه؟ شروق. الله عليك والله، شروق او اشراق. طبعا زميلتنا شروق طالع عينها مني في كل الرحلات، وهي انا عمال بقول لها ازيك يا خع، تعالي يا خعك، عامله ايه يا خع. فسخم يعني ايه؟ قوه. وي يعني ايه؟ المثنى. فتبقى خاع سخم وي يعني شروق القوتين او اشراق القوتين، اللي هم مين؟ اللي هم ست وحورس. فبقى ليه لقب ستي حوري، يعني بقى له مستطيل برضه، وحاطط فوق المستطيل دوت حيوان السوتنج والصقر، وحاطط صقرين كل صقر بيعبر عن واحد من الاثنين العظام حورس وست. طب ده تغير عقيده مين؟ الملك. الملك غير عقيدته، فاتغيرت من حوري لستي لستي حوري. بعدين رجع تاني زوسر في اول الاسره الثالثه ورجع الدنيا لحورس، والامور بقت ماشيه زي الفل وحلاوه بالقشطه ومفيش اي مشكله. جم ملوك الاسره الرابعه بعد خوفو واعلوا نجم رع، عشان كده كل اسمائهم متعلقه برع. خعفرع، خعفرع مش خفرع، اسمه خعفرع. ليه؟ لان خع يعني ايه؟ شروق، والفه يعني مثل، فهو المشرق مثل رع، ده اسم، او المشرق مثل الشمس. خعفرع. تمام. الثاني جدفرع. جد يعني ايه؟ عمود جد ده اللي هو عند اوزوريس، ده رمز الثبات، الثابت مثل رع. جدفرع. منكاو رع، فلتدم ارواح رع. كلها ليها علاقه برع لغايه جد رع اساسي اللي هو في الاسره الخامسه، ده اللي هو ابو اونيس. بعده اونيس ابتدى يقلل قيمه رع ويعلي من قيمه اوزوريس.
فبقى لان اونيس ليه مهتم باوزوريس اكتر. لما ملوك الاسره ال 11 طلعوا من طيبه، كان الاله الرئيسي في طيبه هو مين؟ مونتو. الاله الرئيسي في طيبه كان مونتو. ليه؟ لان طيبه كانت مدينه من 4 مدن صغيرين جوه المقاطعه الرابعه اللي هي مقاطعه واسط، اللي هم ايه ال4 مدن الصغيرين دول، اللي هم ارمنت، المدامود، الطود، طيبه. طيبه ما كانش ليها قيمه كبيره. اله طيبه نفسه كان امون، لكن اله المقاطعه كله كان مونتو، اللي هو الاله المحارب القوي الشديد. فساعتها لما طلع مونتو حتب، اسمه حتى اهو مونتو حتب، الاله مونتو راضي، الاله مونتو مبسوط. من طلع مونتو حتب بقى الاله الرئيسي اللي موجود، من اهم الالهه اللي موجوده هو مونتو. وبقى لانه طالع من طيبه فبقى امون برضه بقى له قيمه ساعتها. فعشان كده نلاقي ان ملوك الاسره ال 12 اساميهم متعلقه بامون، يبقى اسمه امن محات. امن امون، ام في محات المقدمه، امن محات يعني امون في المقدمه. ونلاقي متعلق بالملكه بالالهه الثانيه اللي هي كانت مرات امون في الاسطوره، اللي هي ساعتها كان اسمها اسرت، يعني ايه؟ القويه، زي سخمت القويه. فبقى الاسامي الثانيه اللي موجوده في الاسره ايه؟ سينوسرت، سن أسرت يعني تابع أسرت. بقت الآلهة اتغيرت خالص بعد ما كانت في السكة بتاعت راع وأوزوريس وحورس. مرة واحدة طلع لنا مونتو وأمون وأسرت. حتى آخر حد في ملوك الأسرة ديت اللي هي نفروسوبك، لأن هي كانت قاعدة في الفيوم، والفيوم دايما احنا قلنا بيبقى ليها علاقة بمين؟ بسوبك. سوبك اللي هو التمساح، لان هي ميه والميه مليانه تماسيح، فكان بيعبد في الفيوم دايما، زي ما دايما المناطق اللي فيها ميه بيعبد فيها سوبك. فاخر واحده حكمت اللي هي بنت ابن محات الثالث اللي هي نفروسوبك، يعني سوبك حلو، سوبك جميل. انما يجي ملك بيخلي الاله اللي هو مبسوط بيه يعني هو الاله الرئيسي، هو العقيده الرئيسيه، ولا ليه فيها ولا القضيه. طبعا الشمس مهمه جدا وهي اعلى قيمه، وكل ما اله ياخد قيمه اعلى يتحد مع الشمس. لكن العقيده مش شمسيه، العقيده ليها علاقه بالنجوم. وعن انتقال الملك من الغرب الى الشرق عشان يسكن بالنجوم الخالده. هو نفسه بيقول لك ان يعني احمد عدل يعني بيقول يعني ان اوزوريس كان هو اللي ساكن نجم ساح اللي هو ايه؟ حزام قريب. يعني هو قايل ان في العقيده المصريه ان اوزوريس لما طلع للسماء، لما بعد ما اتقتل ارتقى مقعده في السماء فين؟ في نجم ساح اللي هو اوريون. وهو نفسه اللي قال ان العقيده المصريه من الاول وهي بتقول ان ايزيس نفسها ساكنه نجم الشعر اليمنيه اللي كان اسمه عند المصريين سبدت. ومن الناحيه العقائديه اقترن نجم الشعب بايزيس، واوريون اقترن باوزوريس، ونجوم القلائص اقترنت بست شقيق اوزوريس وقاتله في الاسطوره المعروفه. وعشان كده كان ده تفسير المصري القديم لظاهره الفيضان. ايه ظاهره الفيضان؟ ليه علاقه بنجم الشعر اليمنيه بسبدت. لما تطلع نجم الشعر اليمنيه يظهر في السماء الفيضان بيجي. ليه؟ لان ايزيس بتعيط على اوزوريس اللي اتقتل. اسطوره تسوع هليوبيلس اللي هي تعتبر من اهم الاساطير اللي بيحاول المصري القديم بيها يفسر نشأة الكون، كانت قائمه على فكره ايه؟ فكره ان الدنيا كلها ميه. اسطوره طبعا عشان ما حدش يجي يقول لي يا كافر يا ملحد يعني مش عارف ايه، ده الاسطوره عند المصريين مش قضيتي انا. ان الدنيا كلها كانت ميه، وبعدين في لقطه معينه الميه انحسرت عن تله ازليه على شكل هرم، علشان كده شكل الهرم دي احد اسباب تقديسه. لما انحسرت عن التله ديت جزيئات الاله الاول كانت عايمه في الميه مش واخده بالها من نفسها، خدت بالها من نفسها. الله لا ده نقلها ولا، فخلق نفسه بنفسه، طلع اتوم اللي هو احد اشكال رع، احد اشكال الشمس. الشمس ليها 3 اشكال: اتوم، رع، خبر. هنتكلم في ده بعدين. المهم طلع اتوم، اول ما طلع عطس من العطسه دي خلق من الرذاذ تفنوت، اللي جاي كلمه تفافه ديت اللي احنا بنقولها في العاميه دي مصريه قديمه، مصريه قديمه دي. المهم يعني تفنوت اللي هي الاله المسؤوله عن الرطوبه. طبعا في ناس كتير مش ما بتحبش تقول كلمه اله فبتقول لك كلمه نتر، لان نطق المصري القديم نتر، فبقى مش عايزين لا المصريين وده قدامنا لا ما كانوش بيقولوا اله، لا
كانوا بيقولوا نتر. ما انا عارف انهم كانوا بيقولوا نتر بلغتهم، باللغه المصريه القديمه. في الاخر دي كانوا بيعبدوهم. المهم فتيفنوت كانت مسؤوله عن الرطوبه والحراره، ومن الهواء خلق شو المسؤول عن الهواء والضوء. اتجوزوا بعض، خلفوا مين؟ جب الارض نوت السماء. حبوا بعض الاثنين. معلم مش هنقول تفاصيل اكتر من كده. المهم دول الاثنين خلفوا 4 اللي هم ايه؟ ما علينا، بعدين نتكلم في التفاصيل دي، اللي هم ايزيس واوزوريس وست ونفتيس. اوزوريس هو اللي علم المصريين الزراعه وعلم المصريين الراعي، وكان حاكم مصر اللي ساعتها كلها. وست كان الاله المسؤول عن الصحراء، وكان متغاظ قوي من الموضوع دوت. مال الصحراء؟ مصر الحلوه كمت الارض السوداء الجميله اللي بتطلع، وانا احكم الصحراء ليه؟ ده انا حتى اقوى من اوزوريس ده مليون مره. ده انا اللي بقعد في المركب السماويه بحارب التعبان ابو فيس اللي جاي يبتلع العالم كله مع رع. انا اللي بقى في ظهره. هو اوزوريس بيعمل ايه؟ قاعد في الارض هنا عمال بياكل فاكهه وبياكل خضار، وهو وايزيس لا ده انا لازم احكم مصر. بس هو ما يقدرش على ايزيس، مش اوزوريس ده كان راجل طيب وعسوله، انما ايزيس ستنا وجدتنا وعمتنا كانت قادره ومفتريه. دي اللي سحرت لراع نفسه، لقاتهم نفسه كبير الالهه، كبير الالهه، وسحرت له وسميته بالسحر وسابته كده. علاجك عندي، بس تقول لي على الاسم السري بتاعك اللي ليه السحر كله. يا بت الله يهديك يا بت، انا هموت يا بت. موت يا بت، لو مت العالم كله هيخرب يا بت. وما ادتلوش العلاج الا لما قال لها فعلا، بس هي ما قالتش لحد. فدي قادره ومفتريه وعندها السحر كله. ست نفسه الاله القوي جدا العنيف جدا قلقان منها، فمش عارف يعمل حاجه، مستني. حصلت مشكله على الحدود في الجنوب، فايزيس راحت تحلها، فهو عمل على طول حفله عنده في القصر ومجهز تابوت، والتابوت دوت فيه كله بقى مطعم بالاحجار الكريمه ومش عارف ايه، ومعمول حاجه عظمه العظمات على مقاس مين؟ اخوه اوزوريس. وجه عزم اخوه، عزم الرجاله بتوعه. ايه رايكم يا رجاله في التابوت ده؟ ايه العظمه دي يا مولاي؟ يا نهار ابيض، ايه الجمال ده؟ قال طب يا جدعان اللي يجي على مقاس التابوت ده بتاعه ايه؟ يا مولاي انت تتكلم جد ولا لا؟ ما تقولش كده مولاي، لا والله العظيم بتاعه. فكل واحد يقوم يقيس، مش على قده لغايه ما فضل اوزوريس. ما تقوم تقيس، مش عايز. قوم يا جدع يمين شمال. اول ما دخل جوه التابوت الحم على بالرصاص، ارمي في النيل يلا. خلصت يا جدعان، انا ملك مصر ومفيش حد غيري. الف مبروك يا مولاي، عاش الملك مات الملك. ده راح في النيل، التابوت راح في النيل وراح بشكل غرائب، عدى البحر المتوسط، وصل عند فينيقيا في لبنان، عند بيبلس هناك. دخل في بيبلس هناك اللي هي مدينه جوبيل دلوقتي. دخل هناك، نبتت عليه شجره كبيره غطت التابوت كله بشكل غرائبي. ايزيس سمعت كده، مشيت بتدور وراه لغايه ما لقيته فعليا، وبحدوته كده. المهم فكت الشجره بعد حدوته مع الملك هناك، وطلعت اوزوريس واستخبوا. عاشوا مع بعض بقى. كتبات وربات تحت في الجزيره كده فاضيه. نفتيس كل ده، ونفتيس كده في اللي على جنب مع ست شايقه عليها، يعني مش قادر عليه، تقيله. المهم مشي كده، وبعدين ايه؟ احنا بنتكلم، فاحنا عايزين ننجز الحدوته، ودي بتلنجر في الحدوته. انا عايز الناس تفهم احنا بنتكلم في ايه. بس يا سيدي الموضوع خلص كده، وبعدين حلو. ست عرف ان اخوه لسه عايش، يبقى لو وقف في اي لحظه وقال انا عايز العرش بتاعي هياخده. اوزوريس لازم يموت. وقام لامم واخد بعضه وراح شاف اخوه فين، ترصد له، قتله وقطعه 42 حته. شوف، هي في الاول كانت مقاطعات مصر 14 بس، فالاسطوره في الاول كانت بتقول 14، بعدين مع الوقت المتاخر بقت المقاطعات 42، فبقت الاسطوره 42 عادي خالص. 42 حته، ووزعوا ورمى حته في كل حته في مصر، اللي هي بقت مقاطعات مصر. 22 جنوب و20 شمال. هي بقى ايزيس سمعت بكده، وراحت قالت لاختها نفتيس يرضيكي اللي جوزك عمله؟ لا والله ما يرضيني. قاموا الاثنين اخدين بعضهم وقلبوا الاثنين حدايتين او صقرين، وطاروا في الجو وقعدوا. انا مصور في مقبره تقريبا، مقبره النجم تقريبا، او امونخت، مصور فيهم هما الاثنين عاملين شكل الصقرين الاثنين، وفوق دماغهم التاجين المميزين، اللي هو تاج العرش بتاع ايزيس، وتاج البيت بتاع
نفتيس. المهم فقاموا الاثنين طاروا وهم قعدوا يدوروا عليه في كل حته، لموه ساعه ما هي لقيته ميت قعدت تعيط يا عيني، اتوجعت على جوزها اللي اتقطع، فقام الفيضان. هم لما لموا الجثه حته حته كانوا يودوها لمين؟ لانوبيس يخيطها ويظبطها وينظفها، عشان كده بقى مسؤول عن التحنيط اللي بيحافظ على جثه النط وتمام لغايه ما كملوا الجثه كلها ما عدا حته معينه مش هنتكلم عنها دلوقتي. والمهم رجعوه تاني للحياه، وقامت هي اتجوزته اول ما رجع للحياه وحملت منه في حورس. بعد ما حملت منه في حورس قال لها انا فعلا جزء مني في مملكه الموتى، فمش هينفع اعيش في الدنيا دي دلوقتي، انا هسيب الدنيا دي وهرجع واحكم على مملكه الموتى، وربنا معاك انت بقى وحورس بقى، ربنا معاك ربنا معاك. وقام رايح تبوأ مقعده في السماء. فين؟ في حزام أورايون عند نجم ساح. وبقت هي مكانها عند نجم الشعرى اليمنية اللي هو سبدت عند المصريين القدماء، وهو مكانه نجم ساح اللي هو حزام أورايون. ومن الناحية العقائدية اقترن نجم الشعرى بإيزيس، وأوريون اقترن بأوزوريس، ونجوم القلائص اقترنت بست شقيق أوزوريس وقاتله في الأسطورة المعروفة. ايه المشكلة بقى لما انا كملك اكون عايز اعمل تقليد للاسطورة ديت، فاقول يا جدعان انا يا جدعان هعمل الهرم دوت هنا مكان النجم بتاع اوزوريس، وعيالي يكملوا بعد يا رجالة، فيجي كل واحد ويبني هرم في الحتة دي. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة لما يجي الملوك ويحاولوا ان هم كل ملك يبني جزء من هذه الاسطورة جوه تركيبته الشخصية؟ ايه المشكلة؟ باعتبار ان هم مبنيين كده فعلا، يعني باعتبار ان هم فعلا مبنيين بنفس النسق بقى. بعدين نرد بقى على جزئيه ان لازم كلهم يتبنوا في وقت واحد. لازم ما فيش مبرر. ايه اللي خلاها لازم يتبنوا في وقت واحد؟ احنا معانا دلوقتي استاذ خالد ده بصارف ومكلف، فيعني طيب انا بس زي ما حنان هي اللي ملبساني عشان نبقى عارفين، بس حنان هي اللي ملبساني الحمد لله، بس انا لبست لوحدي، بس هي اللي ملبساني، يعني هي اللي تلبس ده فقمت انا لابس كده يعني. ولما قلت لها كنت عايز البس كاب كنت عامل شعر فشوار فرفضت تلبسني الكاب. يعني الكاب بيخليني ايوه. اسال حضرتك كده شايف ان ما انا مش حضرتي مبدئيا دي، قول لي حماده محاميح وايه حضرتك دي؟ ماشي كمل قول. كده شايف ان 100% من الكلام اللي باشمهندس احمد قاله غير صحيح؟ لا خالص. انا هقول لك ايه المشكله. هو المجهود اللي هو عمله اصلا كان بيدور في الفاضي في مكان تاني. لا انا اقول لك ايه المشكله. والله صراحه انا شايف ان هو عامل مجهود مبهر، مجهود كبير جدا، لكن الازمه ان هو مدخل حقائق وبعدين مركب عليها حاجات مش حقائق وبيتعامل عنها حقائق. فيقول لك ايه الهرم ده، الناس بتقول لك ان الهرم دوت اتبنى غلط. مفيش حاجه اسمها غلط، ما بيغلطوش. هنشوف بمرور الحلقات ان مفيش حاجه اسمها غلطه او صدفه، وان الحاجات اللي متسجله في الكتب على انها غلطات في التصميم او البنى مش اخطاء. يعني ايه ما بيغلطوش؟ ما ينفعش ان انت تقول كلمه زي دي. اي حد بيغلط. وانت تقول لك الهرم ده مش معمول للدفن، مش معمول للدفن. مش منطقي ان انت تعمل هرم زي دوت عشان تدفن ابوك، لا. ما هي ايه مش، لان هي ماشيه مع منطق عصرها، مش مع منطقك دلوقتي. ما انا طبعا دلوقتي وانا عندي فلوس اصلا ابني هرم ولا ما ابنيش هرم، انما ممكن واحد برضه دلوقتي معاه فلوس كتير تهب منه دماغه ويقول لك انا عايز ادفن نفسي في هرم. لكن لو افترضنا هو في عصرها كانت متماشيه مع نسقها الديني. احنا اتكلمنا في الاهرامات في الفيديو اللي عدى، واللي عايز يرجع لها هيلاقي النسق بتاع الاهرامات النسق منطقي جدا ومتماشي مع العقيده الدينيه. مش قضيتنا بقى الكلام. ايه اللي يخلي ما ينفعش؟ ايه اللي يخلي ما ينفعش ان دول يغلطوا؟ كلمه زي دي علشان ايه؟ علشان اجبرك على قبول نظريه مش عارف اطلانتس ومش اطلانتس وبلف وادور عشان اثبتها وخلاص. طب خلينا نبص برضه النقطه تانية. انا مش فاكر الاسماء، هبص بصه سريعه على الاسماء. اللي هو إد كروب، علماء فلك دول، إد كروك توني فيرال. إد كروب ده من مرصد جريفيث في لوس انجلوس، وتوني فيرال من جامعه كيب تاون في جنوب افريقيا. الاثنين قعدوا بقى يبصوا في الموضوع ده. لا اصل الموضوع برضه مزاوله. ايه ده؟ ايه النجوم ومش النجوم؟ لا نبص في الموضوع. فاكتشفوا ان الانحراف بتاع النجوم الثلاثه بتوع حزام اورايون جنوبي،
والانحراف بتاع الاهرام شمالي. مفيش علاقة يعني. يعني مش انضباط تام زي ما احنا بنقول ان كل حاجه ما فيهاش غلطه، بالظبط بل بالعكس ده مفترض تبقى كده، مش كده. خلينا نبص بقى على حاجه تانية برضه بقولها مثلا ديت، يعني فهم بيضربوا نقطه زي ديت لان انت بتقول دايما كل حاجه معموله بالمسطره، كل حاجه معموله بالمظبوط. مش مظبوط. هم كانوا بني ادمين بيخطئوا بيصيبوا، لكن هم كانوا على قدر عظيم من العبقريه، وعلى قدر عظيم من الجمال، وعلى قدر عظيم من الفن والقدره الفنيه والهندسيه احنا عندنا ورطه في الاهرامات. ازاي بنوا الاهرامات؟ التفاصيل دي وباقي الحاجات اللي بنتكلم فيها الباشمهندس احمد عدلي هنتكلم عنها ان شاء الله في الحلقه القادمه. كان معكم مديح. خميس من اول فيصل.